في شارع قديم في حي شبه مهجور، في بيت معروف بين الناس ببيت المرايات المكسورة. من بره شكله عادي، بس أول ما تدخل تحس إنك دخلت العالم تاني. كل حيطان البيت مليانة مرايات، بس الغريب ولا واحدة فيهم بتعكس صورتك زي ما هي. في مراية تخلي وشك مش باين، وفي مراية تخلي عينك بتبصلك، وفي مراية بتوريك نفسك وانت ميت. الناس بتحكي ان البيت ده كان بتاع دكتور نفسي، كان بيجيب مرضاه يخليهم يبصوا في المرايات بالساعات، يقول لهم هتشوفوا حقيقتكم هنا. بس حصلت جريمة غريبة، كل المرضى اختفوا، والدكتور نفسه مات قدام مراية مش مكسورة، بس جثته كان وشها ملفوف في مراية صغيرة، زي ما يكون شاف حاجة خلته يتجن. دلوقتي محدش بيقرب من البيت، بس لو دخلته مهما كنت مهما عمرك، أول ما تبص في المراية منهم هتشوف حاجة منك مش المفروض تشوفها. ناس كتير خرجت من البيت بس ما كانوش نفسهم، واحد فقد صوته، وواحدة ما بقتش تبص في وش أي حد، وطفل صغير فضل يرسم وشه مشوه على كل حيطة يشوفها. فلو لقيت نفسك معدي من الشارع ده وشفت بيت فيه المرايات المكسورة، ما تبصش جوه، لأن المراية الوحيدة اللي لسه سليمة بتستناك.